ايه اللي يخلي شخص تقي ومتتلمذ على ايدي شيوخ اجلاء يكتب ابشع كتب السحر في التاريخ؟ مين اللي ساعد البوني في كتابه شمس المعارف الكبرى، الكتاب اللي بيعتبره السحرة نفسهم طفرة في عالم السحر والشرك بالله؟ والاهم من كل ده، البوني جاب المعلومات والطلاسم دي كلها منين، رغم ان اقوى السحرة في عصره ما كانش عندهم ربع المعلومات اللي ذكرها في الكتاب؟ انا احمد سامي، ودي حلقة جديدة. ما تنساش اللايك والاشتراك. يلا نكمل. في العهد الثاني للبشر ما بعد الطوفان العظيم، انتشر السحر على مجال واسع بين الناس، فأصبح ممارسة السحر موهبة استعراضية بيقوم بها السحرة عشان يحققوا رغباتهم، مستغلين للأسف جهل الناس وما أكثر المغفلين. ومع الوقت توارثت الأجيال ممارسة السحر، وأصبح لقب ساحر شيء بيخشاه الناس. وحكايتنا النهاردة عن أكثر الشخصيات غموضا في تاريخ السحر، وهو شهاب الدين أحمد ابن علي البوني، مؤلف كتاب شمس المعارف الكبرى. شخص ترك الإيمان بالله وتحول من إمام وعالم دين لساحر بيحضر الجن والشياطين. وبما ان الناس مركزة اكتر في محتوى كتاب شمس المعارف، فحبينا نخرج عن المألوف ونحكي لكم القصة الغامضة لمؤلف الكتاب. وإليكم القصة. اتولد أحمد بن علي البوني سنة 520 هجريا، تحديدا في القرن ال 12 ميلاديا، وقت اندلاع الحروب الصليبية، وتم تسميته بالبوني نظرا لنشأته في مدينة البونة الواقعة في الجزائر الشقيقة. ونشأة حياته كانت دينية وعلمية، فدرس علوم الدين والأحكام الإسلامية لحد ما أصبح إمام يقتدي به الناس. والبوني كان بيفوق كل الشباب اللي في سنه ذكاء وحكمة، لدرجة إنه كان بيجالس كبار المشايخ والعلماء. ومش بس كده، ده كان بينظرهم في أمور الدين، وسنه وقتها لا يتعدى 15 سنة. فقرر البوني إنه يسافر للدول العربية علشان يثقل مهاراته في الكتابة ويزيد علمه في أصول الدين. وراح البوني إلى مدينة القيروان في بلاد المغرب العربي علشان يكمل بحث في أصول الدين. وهناك قابل البوني بعض العلماء الورعين في أصول الدين. وفضل البوني عدة سنوات في المغرب العربي بيواصل البحث والعلم لحد لما اشتهر بحسن السيرة والتقوى والورع والصلاح. فكان أهل المغرب بيسموه سيدي مروان، ومن شدة إيمانه كان بيعتبروه واحد من أولياء الله الصالحين. ولكن فجأة حصل انحراف كبير في عالم البوني، واتجه إلى عالم السحر والشعوذة. كان أحيانا بيستمع لمجموعة من الرجال بيتكلموا عن تحضير الجن والشياطين، وإزاي إنهم قادرين ينفذوا كل أوامر المستحضر. واللي سمعوا البوني أشبع رغبة الفضول في نفسه، فقرر إنه يبحث في كل ما يتعلق بالسحر، وده علشان يتأكد إذا كان اللي سمعه ده صحيح ولا لأ. فسمع البوني بعض الأساطير المتداولة عن مستحضرين الجن والشياطين في مصر، وعلشان كده قرر إنه يشد الرحال لمصر أرض الحضارة والعلم. وانتقل البوني في عهد الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله، وكان السحر في العصر ده أقرب ما يكون لمرحلة في غاية البشاعة. فمعظم السحرة في الوقت ده كانوا بيتخفوا خلف ستار المعتقدات الدينية، بالظبط كده زي اللي بيقولوا عليهم دلوقتي المعالجين الروحانيين، واللي بيعتبروا السحر مجرد وسيلة عادية لمساعدة الناس، سواء بقى الجلب الحبيب وأكل الزبيب والكلام الفاضي لكل شرك بالله. المهم سمع البوني عن مدينة أثرية تدعى أخميم، والمدينة دي موجودة في محافظة سوهاج في مصر. واختار المدينة دي بالتحديد لأنها من مدن العالم القديم، ويقال إنها كانت معقل السحرة في مصر الفرعونية. فقرر البوني أن يتجول في مدينة إخميم ويبحث عن أسرار السحر. وبعد شهر كامل من البحث اكتشف البوني مقبرة فرعونية بتحتوي على مخطوطات قديمة لممارسة السحر الفرعوني. فبدأ البوني يتعلم فنون السحر والشعوذة لدرجة ابتعاده عن الدين تماما، ووصل به الحال إنه قدر يحضر الجن والشياطين ويستخدمهم في معرفة الأسرار الباطنية، لحد لما حصلت الكارثة الكبرى، ألا وهي إنه يألف كتاب شمس المعارف الكبرى. وأكيد هتسأل نفسك دلوقتي، ليه البوني كتب الكتاب ده؟ ويا ترى جاب المعلومات اللي فيه دي كلها منين؟ ما هو مش هينجم ولا هيجيب الطلاسم شديدة الخطورة دي من الهوا، خصوصا إن جميع السحرة في عهده ما كانش عندهم المعلومات الجبارة دي كلها. الحقيقة في عدة أسباب، أولهم مثلا مخطوطات السحر في العصور القديمة اللي قدر يحصل عليها، واللي بالتأكيد ادت له الفرصة إنه يتواصل مع الجن والشياطين. ولكن مش أي جن، ده كان بيتواصل مع كبار القوم فيهم. وطبعا مش محتاج أقولك إنهم علموه أشر أنواع السحر. وبشهادة العديد من المؤرخين، فالجن هو اللي كان بيمليه جميع المعلومات والطلاسم اللي ذكرها في الكتاب. وده اللي بيفسر لنا ليه البوني كان بيحب الاعتكاف والعزلة عن البشر، ده غير القدرة على مخاطبة الحروف ومعرفة منافعها وأسرارها. ده غير ان البوني كان بيعيش في العصر الفاطمي، وكان من مؤيدين الخلافة الفاطمية اللي بتتبع المذهب الشيعي، واللي ما كانش محرم فيه السحر وقتها، وكانوا بيعتبروه مجرد أداة لمساعدة الناس في حل مشاكلهم. وبالتالي كل دي عوامل أثرت في فكر البوني لكتابة أبشع أنواع كتب السحر. وتعالوا بقى ندردش شوية في محتوى الكتاب، وأكيد يعني مش من باب تعليم السحر ولا حاجة، إنما للتوعية بمخاطره. يا ريت تتابعوا معايا كل تفصيلة جاية، لأن في سياق الحلقة هكشف لكم عن سر خطير ومرعب في الكتاب ده، ألا وهو أسماء ملوك الجن اللي ذكروا في الكتاب.
كتاب شمس المعارف مكون من 577 صفحة، والغريب إنك أول ما تقرأ الكتاب ده هتحس كأنه كتاب ديني بالظبط. فبيبدأ البوني بالحمد والشكر على نعم الله وإنه جعل الكتاب صدقة لوجه الله. بس لما تتعمق أكتر في قراءته هتكتشف الخبث والشر اللي تم وضعه في الكتاب. وخلينا أقولك إن الكتاب متقسم ل20 فصل، وكل فصل بيناقش فيه البوني جزء معين من أساليب السحر. فعلى سبيل المثال في الفصل السادس من الكتاب عنوان اسمه الخلوة وأرباب الاعتكاف، ذكر البوني طريقة تحضير الجن للتقرب من شخص معين، واللي بيقولوا عليها دلوقتي جلب الحبيب. وفي الفصل ده من الكتاب هتلاقي طرق مختلفة لتحضير الشياطين عن طريق رموز وطلاسم الهدف منها عملية الاستدعاء. أما الفصل الأكثر جدلية واللي بيحتوي على أسرار كتيرة جدا هو الفصل الرابع من الكتاب، واللي عنوانه أحكام البروج ال12، واللي شرح فيه البوني طريقة استحضار القرين من خلال الأبراج. علشان كده بقينا بنشوف منجمين كتير على التلفزيون والسوشيال ميديا من اللي بيسموا نفسهم خبراء الفلك والأبراج، اسم فيه اتيكيت شوية عشان حضرتك تصدق كلامهم، وهم لا خبراء ولا يحزنون، ولا يصح أن نطلق عليهم لقب غير المنجمين، وده لأنهم ناجحين جدا في تضليل الناس وإيهام الشخص إن أي حدث بيحصل في حياته ملوش يد فيه، ده البرج بتاعه هو اللي عمل كده. فعلى سبيل المثال بيقولك إن برج الأسد تداخل مع كوكب المشتري، وده هيسبب للشخص مشكلة كبيرة وهيعمل حادثة النهاردة. فتلاقي الشخص اللي بيؤمن بكلام المنجم ده بيخاف ينزل ويفضل في بيته، وللأسف بيصدقهم كتير من الناس من غير ما يدركوا إن التنجيم هو شرك صريح بالله. علشان كده يا ريت ما تنسوش تعلموا أولادكم إنهم ما يؤمنوش بالتفاهات دي، ومفيش حاجة اسمها برج الدلو والعذراء والكلام الفاضي ده كله. ومهما تضاربت الآراء هنلاقي إن الإجابة واضحة وصريحة، وهي لا يعلم الغيب إلا الله. وده تجلى الآية الكريمة في سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وتعالوا بقى نتكلم عن أخطر شيء ذكره البوني في الكتاب، وهو أسماء ملوك الجن وتوابعهم. وعايزكم تلاحظوا الشبه الكبير في أسماء بعض ملوك الجن مع أسماء الملائكة. ذكر البوني في كتاب شمس المعارف إن ملوك الجن 7 ومتقسمين على نوعين. النوع الأول هو ملوك الجن العلويين، ودول موجودين في الكواكب الأخرى. والنوع الثاني هو ملوك الجن الأرضيين، ودول من اسمهم موجودين على أرضنا. وذكر البوني إن الملوك العلويين يعتبروا أقوى أنواع الجن، ودول اللي لهم السلطة العليا في اتخاذ الأوامر. وملوك الجن الأرضيين ما هم إلا خدام للملوك العلويين. والشيء الغامض اللي ذكره البوني في الكتاب هو إن كل حاكم من حكام الجن ال7 ليه يوم مخصص للتحضير. فعلى سبيل المثال الملك كسفيائيل بيحكم كوكب زحل وبيتم تحضيره يوم السبت، وخادمه الأرضي هو ميمون. الملك رقيائيل اللي بيحكم الشمس وبيتم تحضيره يوم الحد، وخادمه الأرضي هو المذهب. الملك جبرائيل اللي بيحكم القمر وبيتم تحضيره يوم الاثنين، وخادمه الأرضي هو مرة. الملك سميائيل اللي بيحكم كوكب المريخ وبيتم تحضيره يوم الثلاث، وخادمه الأرضي هو أبا محرز الأحمر. الملك ميكائيل اللي بيحكم كوكب عطارد وبيتم استدعائه يوم الأربع، وخادمه الأرضي برقان. الملك سرفيائيل اللي بيحكم كوكب المشتري وبيتم تحضيره يوم الخميس، وخادمه الأرض شمهورس أو شمهورش اللي بيعتبر أشهر جني على كوكب الأرض. الملك عميائيل اللي بيحكم كوكب الزهرة وبيتم تحضيره يوم الجمعة، وخادمه الأرض هو زويعة. ناهيك بقى عن الفصول الأخرى اللي وضع فيها الكاتب آيات قرآنية داخل العديد من الطلاسم، وده اللي بيبين لنا قذارة محتوى الكتاب والتدليس الموجود فيه. ولكن في الحقيقة في حاجة مهمة جدا وجب علينا إننا نذكرها. هل البوني كتب الكتاب ده بهدف تعليم السحر ولا التحذير منه؟ الحقيقة إن البوني حذر الناس من قراءة هذا الكتاب دون علم بالأمور اللي موجودة فيه، وجايز نواياه كانت حقيقية، ولكن الحقيقة ده ما يبررش اللي كتبه بسبب الهرطقة والأساليب الدنيئة اللي موجودة في الكتاب. ولازم تبقى عارف ومتأكد إن السحر يعتبر من ال7 الموبقات اللي حذرنا منها رسولنا الكريم، وممارسة السحر بتعتبر شرك بالله نظرا لكل الأذى والشرور اللي بينتج عنه. ولو انت فاكر انك لما تقرا الكتب دي بغرض الفضول فقط، فصدقني انت كده ما فرقتش عن اللي بيقراها بغرض اذية الناس. وده مش كلامي، ده كلام ائمه كبيره وعلى راسهم الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. علشان كده لو حسيت بمشكله في حياتك او حد بيأذيك، فارجوك ما تلجأش للسحر عشان يحلها لك. تقرب وتضرع الى الله، فهو اقرب اليك من حبل الوريد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وبس كده، أنا كده خلصت.
لو عجبتك الحلقة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلكوا حلقاتنا أول ما تنزل.